عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبدوام الصحة وبدوام الحال. تعالوا النهاردة نعمل شوية مكرونة كده بطريقة تحفة. بسم الله. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي. يلا، هجيب حلة احط فيها مية. انا عادي ما عنديش مشكلة، انا بسلق في الالومنيوم عادي. ولعت عليها كده النار، تمام. ولعت على حلة تانية جنبيها عشان اجهز الصلصة على طول وانا بسلق المكرونة، تمام. هنزل في المية هنزل عليها مكعبين من الماجي، تمام، ومعلقة من الملح. بسم الله. عايزة تعززي نكهة المكرونة، لان المكرونة نكهتها بتبدأ من السليق. لو عندك كوباية شوربة تمام، شوربة فراخ، شوربة لحم، اللي انت عايزاه. ما عندكيش هتحطي زي كده نص معلقة صغيرة كده من بهارات الفراخ. انا بحب قوي المكرونة اعملها بالطريقة دي، بتطلع تحفة تحفة يا جماعة، تمام. بهارات الفراخ، مكعبين ماجي، معلقه ملح، بس على حسب انت هتعملي قد ايه مكرونه. يعني كل كيس مكرونه بياخد نص معلقه ملح، تمام. وانزل عليهم بمعلقتين زيت. خلاص، يبقى دي ميه سلق المكرونه. نيجي بقى لطريقه الصلصه. صلصه المكرونه انا بحب نكهتها قوي بالثوم، خصوصا لو جنبها بانيه او لحوم او اي حاجه. فانا هنزل كده بمعلقه او معلقتين كده من الزيت، تمام. هنزل عليهم بنص معلقه من الثوم ده مفروم. انا هنا مش معليه النار قوي عشان ما يتحرقش. خلاص، نقلب بقى كده الثوم. انا عايزه بس ريحته تطلع، مش عايزه احمره، تمام. يعني انا مش عايزه احمر الثوم. لما ريحته تطلع كده هنزل على طول بكيس الطماطم. كده انا شميت ريحه الثوم، نزلت عليه الطماطم دي انا خلطاها مصفياها وحطاها في الكيس. انزل عليه بنص معلقه من الكمون وربع معلقه من الملح، اغطي عليها واسيبها تتسبك. الميه هنا غلت، عندي هنا مكرونه مرمريه وهي صغيره. بسم الله كده، وانزل على طول في ميه السلق. تحسوا ان ميه السلق ديت شوربه مش ميه. ليه؟ بحب اعملها بالطريقه دي. طبعا الكيس ده بيبقى صغير، انا هاخد كيس ونص اللي هو ما بيبقاش مكمل 300 جرام. خلاص كده. كده خلاص الصلصه اهي معايا، قربت ان هي تستوي او تتسبك، تمام. بالله حاجه بسيطه خالص. والمكرونه كمان سلقتها وصفيتها اهي، تمام. صفيتها، حطها دلوقتي كده في المصفى تصفى خالص. شطفتها بميه جاريه في الحنفيه، شطفتها بميه نضيفه تاني وصفيتها. تعالوا بقى اوريكم تتبيله البانيه. دي توابل التتبيله: توم باودر، ملح، بهارات فراخ، بصل باودر، والبيضه. بقى كله مع بعض كده. تتبل فيهم الفراخ اللي عندي، القطع البانيه اللي عندي دي انا غسلاها كويس ومصفيها. نزلت عليهم بنص معلقه من الخل الابيض ودوبتهم كده كلهم كويس، تمام. انا هنا حاطه بيضه واحده. ليه حاطه بيضه واحده؟ لان انا عندي نص كيلو بس من البانيه، تمام. لو انت هتعملي كميه اكتر من كده فهتضيفي بيضتين او اكتر على حسب الكميه اللي عندك المتاحه عندك. خلاص، ده نص كيلو فانا ما رضيتش ازود عشان ما يتهدرش، تمام. اجيب بقى قطع البانيه واحطها في التتبيله قيمه نص ساعه اكتر يعني. هنا بقى جبت الفيجيتار الجاهز بتاع البانيه والمقرمشات اللي هو ده كده. حطيت جزء من الحار على جزء من البارد كده. جبت الفيجيتار الجاهز بتاع البانيه اللي هو زي ده كده، حار بارد حسب ما تحبي. انا حطيت جزء من الحار على جزء من البارد عشان برضو ما يبقاش سبايسي اوي. ناخد بقى كده جزء، حاجه واحده بواحده كده. بسم الله. من التتبيله بقى الجميله اللي احنا عاملينها دي، البانيه بحب اضغطه كده بايديا
تمام. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. واجيب طبق معايا كده وبيبقى بالشكل ده كده. تمام. نعمل كمان واحدة واوريكم حرارة الزيت تبقى عاملة ازاي فيه او تحته. اوريكم يعني الحرارة بتاعت النار، حمروا على حرارة ايه عشان تاخدوا اللون الخطير من غير ما يتحمر منكم ويتلهف منكم. في ناس بتعمله باللبن، احيانا انا بعمله باللبن، بس لما اكون هتبله قبلها بيوم بحط على البيض لبن، على فكرة بيبقى خرافة. لكن هي بصراحة جت معايا كده فجأة، فايه مش هينفع بقى لبن، بحط عليه لبن ومايونيز، معلقة صغيرة من المايونيز. ما تستغربوش الحاجات دي كلها، انا ببقى مجرباها قبلها، مش هديكوا اي معلومة الا لما اكون انا مجرباها مرة واتنين ومليون. تمام. يعني اكيد انا مش هقول معلومة مش واثقة منها يا جماعة. شوفوا المنظر، شوفوا الحلاوة، شوفوا قطعة البانيه، تحفة تحفة اللهم بارك، حاجة كده عسل. انا ممكن دي كده انا اقطعها اتنين عادي جدا، حسيتها كبيرة شوية فانا قطعتها اتنين. انا بضغط ليه؟ عشان افتح الانسجة بتاعت قطع البانيه كده بالمنظر الجميل ده. يلا ما نحطها في الزيت، ولو احتاجنا تاني هنحط. نجيب بقى كده قطعة البانيه بسم الله. الزيت ما يبقاش سخن قوي ولا بارد قوي عشان قطع البانيه تستوي يا جماعه. ودي معلومه، قطعه البانيه تستوي معايا من غير ما اللون بتاعها يتلهف، يبقى الزيت ولا يكون سخن قوي ولا بارد قوي، يعني يكون حراره كويسه. نحط كده بصوا هنا الحراره حراره وسط، ولا هي عاليه ولا هي هاديه. تمام. النار مش بارزه من الطاسه، النار اهي وسط، مش بارزه من الطاسه، يعني مش طالعه على الحروف بتاع الطاسه. وكده خلاص خلصت الغدا معاكم. المكرونه اهي اللهم بارك، شويه مكرونه كده عسل 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 عسل. مكرونه بالثوم بقى والتوابل بتاعه الفراخ مخلياها بسم الله. واو، كأنكم سلقينها في شوربه فراخ شوربه لحمه، طعمه خرافي. حمرت البانيه، شوفوا البانيه، شوفوا بس قطعه البانيه عامله ازاي، شوفوا قطعه البانيه الله اكبر عليها، الله اكبر. شوفوا شوفوا البانيه حاجه كده تحفه. التتبيله ماسكه فيه ازاي، شوفوا التتبيله ماسكه في قطعه الفراخ مخليها كده تحفه. شوفوا. وعملنا كمان جنبه، عملت جنبهم كمان بطاطس، حمرت شويه بطاطس كده ايه عسل، جنب حته مخلل ليمونه مخلله كده وقرنين شطه. واو، حاجه كده ايه تستاهل بقكم. وهي دي كانت اكلتنا النهارده. اشوفكم في رعايه الله. خلاص دي كانت غدوتنا النهارده. اشوفكم في رعايه الله وفي فيديو جديد. مع السلامه.